بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. انا كده النهارده كنت عند امي. كل سنه وانتم طيبين. هنا هنعمل بقى ايه؟ اكله جميله جدا هتعجبكم. نعمل مكرونه بشاميل ونعمل فراخ كده ايه ان شاء الله هتعجبكم. ومكرونه ايه حمراء اللي هي بالصلصه. تمام، عشان عندي ابويا ما بياكلش الكلام اللي احنا بناكله ده. المهم، جبنا كده ايه، نذكر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصل بتاع اللحمة المفرومة اللي هي العصاج يعني. تمام، بنفرمه كده في الكبة. احنا غاسلين الفراخ بتاعتنا اهيت ونقعينها. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحاجة اللي بتاخد معاكي ايه وقت ديت اهم حاجة تعمليها الاول، بحيث نسيبها على النار. تمام. والباقي ايه بعد كده يجي سهل. اهو نفرم الدور التاني في الكبة. يلا بينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نذكر الله كده يا جماعة. نقلبها ونرجع نضربها تاني. تمام. يلا بينا. هنحطها كده ايه، نجيب شوية زيت كده ونحطها في صينية. ونحط البصل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيب بقى ايه اللحمة بتاعتنا كده العصاج يعني. اهو نقلبه في بعض. نحط البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل. ده كان اول فلفل، ده ملح. ماشي اهوت. افضل اعمل فيها كده، بقلب فيها كده كويس جدا. ماشي. تمام. افضل اهلك فيها كده بحيث ان البصل واللحمه المفرومه بتاعتنا تاخد كلها من بعضها، متبقاش في حاجه مكلكعه. عشان ممكن اللحمه تكلكع معاكي لو شمت النار ايه وانتي ما عملتهاش كده. تمام. ماشي. نحطها على النار بقى ونسيبها براحتها خالص تستوي مع نفسها. وهنا دي كانت الشوربه بتاعتنا معانا. طيب حطيتها كده ايه جوه. ماشي. وحطيت حته سمنه جنه. ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. حط بقى ايه، احنا هنا كنا هنعمل صينيتين اتنين من المكرونه البشاميل. ماشي. حطيت هنا بسم الله ما شاء الله زي 10 معالق كده بالظبط اللي عديته معايا يعني. 10 معالق من الدقيق. خلاص. ونقلبهم كويس جدا كده زي ما احنا شايفين. انا هنا حبيت احط حته سمنه كمان، حطيت هتلاقيها دلوقتي اهي. مفيهاش حاجه حطي تاني، لا حاجه مثلا حسيت ان الايدام بتاعها شويه حطي، مفيش مشكله. احسن ما تحطي كتير وما تعرفيش تشيليه. تمام. نفضل نقلب فيها كده. انا هنا مجهزه اللبن بتاعي. لازم تحمصي الدقيق. انما الدقيق المكرونه البشاميل اللي بتتعمل الدقيق بتاعها نايف ناي ده بصراحه انا ما حبيتهوش. طعمه مش حلو. هنا حطي اللي بنحط اللبن اهوت. حطي لبن، حطي نص لبن ونص ميه. حطي نص لبن ونص شوربه. مفيش عادي خالص، مفيش مشكله. انا كنت بصراحه عايزه احط شوربه بس مكنتش لسه سقطت الفراخ. ماشي. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الفراخ بتاعتنا. تمام. ونغطي عليها بقى وتسيبها براحتها كده. انا هنا حطيت مع البشاميل حطيت معاه ميه. ماشي. هنا كانت اللحمه بتاعتنا طابت. يلا بينا. اقلبها كده كويس جدا. ما تخافيش طول ما ايدك فيها مش هتكلكع. حطي معاها 2 معلقه دجاج عشان انا طبعا ما حطيتش شوربه. خلاص. نحط بقى الملح بتاعنا. انا عشان حاطه 2 معلقة دجاج فحاولي تظبطي الملح بتاعك. ماشي. اهو فلفل اسمر. نقلب كويس جدا.
ماشي براحتها بقى. لما اول ما تطيب اهي السمك بتاعها تلاقيه ولا تقيل ولا خفيف، لسه بقى لما تغلي هتلاقيها مظبوطه معاكي. هنا بنحب البشاميل بتاعنا كتير. خلاص نسلق بقى المكرونه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. حطينا ملح، يلا بينا نحط المكرونه. ماشي اهو، حطينا زي كيلو ونص كده من المكرونه. هنعمل صينيتين بحيث ان احنا منخليهمش ايه، ولا تخينه ولا رقيقه، في المعقول. هنشوف اللحمه بتاعتنا لسه شويه. خلاص هنا كانت اهي، طبعا صفيتها يعني وكده. نحط بقى المكرونه بتاعتنا، نحط عليها شويه بشاميل ونقلبها ببعض. شوف كنا هنا مجهزين الصواني بتاعتنا. ماشي، نحط شويه بشاميل في الصاج من تحت، في الصينيه بتاعتنا من تحت كده. بسم الله. البشاميل لما عايزاه الخلطه بخرطتها بالظبط، اعمليه بدري بدري، يعني اعملي المكرونه بتاعتك حطيها في الفرن بدري وتطيب بدري. هنا نحط العصاج بتاعنا. خلاص. بحيث ان هي لما تطلع تبرد وتيجي تقطعيها تلاقي الخرطه بخرطتها. خلاص. انما انت لو بتحبيها زينا احنا كده، البشاميل بتاعها سايح ونايح كده يعني، تمام، بتحطيها قبل الاكل مفيش، وتطلعي منها كده ايه، تغرفي، بيبقى الصوص بتاعها خفيف كده وحلو وسايح، يعني سايح ونايح يعني زي ما احنا قلنا كده. خلاص اهو. ماشي، نحط بقى البشاميل بتاعنا كده من فوق. يلا بينا. تمام، نركنها على جنب ونعمل التانية. بسم الله. دي خليتها رقيقة شوية. نحط بقية العصاج بتاعنا. انا هنا عملت العصاج، وهعمل دلوقتي مكرونة حمرا هتشوفوها دلوقتي. هحط برضو فاضل معانا هنا لحمة مفرومة برضو كده. خلاص. هحطها برضو على على المكرونة اللي هي الحمرا، تشوفوها دلوقتي. طب احنا هنا باين طبعا في بيتي عندي جبنة موتزاريلا وعندي كده. انا هنا اشتريت كيس وهرش كده، انا مش فاكرة اسمه ايه. خلاص اهوت. نرش على وش الصواني كده بتاعتنا، ندخلها الفرن. تمام كده، يدخلنا الفرن ونسيبها بقى براحتها خالص. طيب انا هنا ايه، اعمل بقى المكرونه الحمراء بتاعتنا، نعمل تسبيكه. هقلي حته تومه، فص توم يعني معلقه صغيره كده عشان مش هعمل كتير. خلاص. هنا كانت حبيبه بصراحه، كانت ضربالي الطماطم ومسبكاه، كنت انا في مشوار يعني. جيت لقيتها مضربالي الطماطم ومسبكاها، وايه قالت لي يا ماما ايه عشان تبقى جاهزه على طول. خلاص اهي. يعني دي مش صلصه، دي طماطم مضروبه ومتسبكه. مش هحط واحده مرق دجاج، واسيبها برضو ايه تبقى ايه تطيب في نفسها كده، تبقى حلوه. احط الملح وفلفل اسمر واسيبها ايه مع نفسها كده. خلاص. اه. طيب احنا هنا بقى نسلق بقى شويه المكرونه اللي احنا قلنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت حبيبه دي اهو. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اهو زي ما احنا شايفين كده. المكرونه اتسلقت وصفيتها وبقلب بقى. يلا بينا اهو. احنا قلنا ان احنا عندنا شويه عصاج اهم زي ما احنا شايفين، هحطهم واقلبهم عليها، ويبقى كده الاكل بتاعنا جاهز. هنحمر بس الفراخ بتاعتنا ونبص بقى على الفرن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. منظر الصواني تحفه، تحفه بجد والله، بجد يعني طعمها مش عايزه اقول لكم كان عامل ازاي. هنا نحمر الفراخ بتاعتنا. هنا على فكره ممكن تحمري الفراخ، ممكن تحطي عليها كاتشب من الفوق او صلصه، معلقتين صلصه كده بشويه بهارات، وتدهنيها كده وتحطيها في الفرن. شكلها وطعمها هيبقى تحفه. خلاص اهو. كده الاكلنا كان بيسخن معانا وكان بيتظبط. ده كان اكلنا النهارده وكان فطارنا بألف هنا وشفا. ايه رأيكم؟
بألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين، ومتنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين.